السلام عليكم. انا هتكلم بما يرضي الله وهتكلم كرويا، مش هتكلم ولا تحفيل ولا اي حاجه تاني ملهاش اي 30 لازمه. انتوا يرضيكم ان كل يوم رئيس نادي بتاعكم اللي هو الزمالك مرتضى منصور كل يوم حرفيا بيطلع في قناه الزمالك مع الطبال اللي اسمه خالد الغندور، ويفضل لحد 3 4 ساعات بيجيب في سيره الاهلي فقط، او يجيب في سيره ناس احنا اصلا مش عارفينهم، واللي يقول عليه ده اخواني، اللي يقول ده حرامي، اللي يقول ده مش عارف ايه، واللي مسرح مراته، واللي بيقول كلام اصلا ما ينفعش يتقال في المجال الكوره. بيدخلنا في قصص غير القصص، فرقتك بتبقى واقعه وبتطلع الناس ما بتتكلمش عن فرقتك وبتتكلم عن حاجات ملهاش اي داعي بالكوره. احنا ايه علاقتنا بالحوارات اللي انت بتعملها كل شويه؟ اللي بتجيب سيره الاهلي في جمله مفيده، تيجي تشتكي او تتكلم يطلع واحد زملكاوي يقول لك ايه، احنا بنعمل زي ما انتوا بتعملوا، انتوا كمان شغالين بالكم بالزمالك. احنا هنشغل بالنا بأمارة ايه؟ احنا معلش هنشغل بالنا بالزمالك ليه؟ انت مش شايف فرقتك واقعه وهترجعك لايام زمان لما كنتش بتقدر تتكلم ولا بتنزل بوست ولا بتفكر تلبس شيرت الزمالك؟ طول الوقت شايفين ان الراجل ده اسطوره واسد ومحدش زيه. طيب حلو، احنا بنتنشأ ان نشوف الكابتن محمود الخطيب بالصدفه، طلعتوا عليه حرامي، طلعتوا سمعة ما يعلم بها ربنا، برغم ان رجعنا كل حاجة. ولما تركي الشيخ عمل الحاجة دي مش عاملها غصب عنه، ده حبا للأهلي، حبا للأهلي. مفيش حد بيعمل حاجة غصب عن حد. انت ما تجيش تقول ان احنا اللي سرقنا او عملنا او خدنا او دي هدية جات لك. وبعد كده بعد ما حصل كل الامور دي رجع صندوق مصر، كل الحاجات دي رجعناها. مالناش دعوه بقى نوريك فواتير مش فواتير، كل شويه تطلعوا من قصه تخشوا في قصه كهرباء، مش عارف قصه تخشوا في قصه مين، مش عارف قصه ليه حاطين الاهلي في جمله مفروضه طول الوقت، طول الوقت الاهلي الاهلي. ركز في فرقتك، فرقتك مش كويسه، فرقتك دي مش بتاعت زمان اللي هي كانت كل اللعيبه قلب راجل واحد. مفيش رئيس كده في الدنيا في العالم بيعمل كده، طول الوقت يطلع ويشتم في الناس، ولو حد بيتكلم لصالح ناديكو يطلع يشتم عليه. فرقتكم مش هي بتاعت السنة اللي فاتت واللي قبلها. أنا نفس الزمالك يبقى بينافس الأهلي طول الوقت زي أي ديربي في الدنيا، زي برشلونة والريال، زي السيتي والليفر أو تشيلسي، زي الإنتر والميلان واليوفي كده. يبقى في الدوري المصري، برغم إن إحنا في ناس كده بتقول الدوري المصري متأخر، أنا نفسي يبقى فيه منافسة. بالفرق دي خلت الدوري المصري ليه طعم، بقى فيه منافسة. انا مش عايز الاهلي يكسب كل الفرق، عايز الاهلي يتعثر ويتعادل والدوري يبقى يخلص في اخر ماتش، مش يبقى في فرقة حاسمة الدوري من الدور الاول. يبقى في منافسة في مصر، يبقى في تحكيم عادل يحسب بمرض الله. لو عليا ضربة جزاء الاهلي يحسبها، لو عليا لاعب يطرد من الاهلي يطرده. نفس الامر الزمالك ونفس الامر فرق تانية. راعوا ربنا، كلموا في الكورة، كلموا لصالح فرقتكم، فرقتكم مش كويسة. الزمالك مش كويس، الزمالك مش كويس، كل لاعب بيلعب لنفسه. مش ده اللعيبة دي بالمنظر ده هتتعب الجمهور. ما يجي تتكلم اتكلم، مش لازم انت تنزل لي في صور وتفضل تحفل، هتستفاد ايه؟ فرقتك هتفضل كده، هيفضل الزمالك زي زمان ما بياخدش اي حاجه. تفضل انت تقعد وزعلان ومحروق دمك على ايه؟ هتبص الاسماعيلي وصل فين عشان ما فيش حد مراعي ربنا في النادي، وغيره وغيره. لازم انتوا اتكلم في الكوره، راعي ربنا، راعي ربنا شويه. مرتضى انتوا بتسكتوا على الغلط بتاعه، لو واحد طلع يتكلم هيشتمه ويذم فيه باهله وامه وكل دنيته. ده لو يعرفني كان شتمني. هو مش طبيعي انسان، يعني مش شايف نفسه ان هو كبر وخلاص، يعني ارض رجل بره ورجل جوه، مش ضامن عمره. يذمني في كل الناس من يومه وهو كده. الناس بتكبر وتعقل، ده بيكبر ويتجنن اكتر، كل يوم يطلع كاتب نادي بالتلات اربع ساعات. طب وليه؟ ربنا يهديهم يا رب ويصلح حال الكوره. انا اهلاوي اهو، لو كان عندي رئيس النادي محمود الخطيب بيعمل كده اقسم بالله كنت كرهت الاهلي وما شجعتش كوره. يا جماعه دي كوره، حبوا بعض وتكرهوا بعض ليه وبتشتموا بعض ليه طول الوقت؟ عادي التحفيل موجود بس مش طول الوقت. ما تبقاش شايف غلط وتقول ده صح، يبقى انت كده منافق. حرام حرام ان انتوا تشوف حد بيزيد في سم حد او صلة امه او اعراض او بتاع وتسكت. ده ما يمثلش ان يكون رئيس النادي حتى. النادي بيلعب في معلش في دورة خماسية. ده بجد انا مش عارف انتوا صابرين عليه ازاي، اللي زي ده تحلوه اصلا والله. ده هيورثها لعياله، والايام بينا وهتفتكروا الموضوع ده. ده حتى اللي بيجيب سيرة عياله في الصفقات الغلط اللي هو عاملها بيطلع يشتمه. ربنا يهدى يا رب، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب. عندي في مرتضى مش في جمهور الزمالك، هيكسب ان شاء الله. افتكروا الكلمة دي ان الاهلي هيكسب 3. وربنا يوفق يا رب ويهدي والكرة المصرية ترجع يبقى في منافسة بين الاهلي والزمالك. تحياتي لكم.